طب يا ترى الناس هتقول ايه؟ كتير قوي 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 بنبقى متعطلين في الجزئية دي، انه احنا عاملين حساب جدا لكلام الناس. انا اقصد ايه بالحكاية دي علشان ما يسأش فهم، يعني انه الحكاية ليها علاقة بان احنا نتجاهل العرف الاجتماعي، وانا ما بتكلمش في المنطقة دي خالص. خلينا نراقب نفسنا ان احنا طول الوقت لما بنبقى مركزين اكتر في رد فعل الناس او في استقبال الناس لفعل لينا، لكلام لينا، لقرار لينا، ده معناه ان احنا بعاد عن نفسنا الحقيقية، ان احنا عاملين الاولوية هي الاخر مش احنا جوانا صوتين، صوت اللي احنا عايزين نعمله من جوانا، وصوت اللي مفروض نعمله، وغالبا المفروض ده حاجة ليها علاقة باستقبال الناس، برأي الناس في اللي احنا هنعمله. علشان كده مهم قوي ان احنا نراقب صوتنا جاي من انهي منطقة، صوت احنا مصدقين نفسنا فيه ولا صوت احنا عايزين نرضي الناس فيه. للأسف في ناس حياتها بتنسحب في الحتة دي من غير ما تاخد بالها، انها طول الوقت بتبقى بتقطع من نفسها الحقيقية علشان تلائم وترضي الناس اللي بره، في حين انه مهم قوي ان احنا نتدرب انه نشوف من الدنيا ايه اللي يلائمنا وايه اللي يناسب طبيعتنا ويناسب نفسنا الحقيقية، علشان يبقى صوتنا جاي من جوه، صوتنا نبقى مصدقينه علشان نبقى شبه نفسنا. مهم ان احنا نبقى محترمين المجتمع اللي احنا عايشين فيه، بس مهم كمان ان احنا نبقى محترمين نفسنا الحقيقية ومحترمين صوتنا الداخلي، لانه هو ده الحقيقي.